هيا يا بنات، ازيكم عاملين ايه؟ من الاول كده كنت عايزه افرجكم على شويه حاجات. بصوا كده، دي زي ما انتوا شايفين كده، هي حاجه كده زي المنظم الصغير، بتحطي فيها الفرش، بتحطي فيها اي حاجه. بس مش على قد الفرش بس. بصوا كده، تعالوا شوفوا. هي اصلا حاجه كده زي السيليكون، رابر كده، فيخش فيها اي حاجه واسعه. يعني حتى لو ماسكارا، لو ديب لاينر، اي حاجه عايزه توقفيها، يعني ممكن تلمي فيها كل الحاجات بتاعتك. بصوا، ما تاخدش اي حجم، وممكن تتحط في اي حته معاكي. ودي بتنظم لك كل الادوات بتاعتك وبتحافظ عليها، بدل ما كل شويه تقعدي تقومي تدوري ده فين وده فين. دي بتسهل عليكي كل حاجه. كمان كنت عايزه افرجكم على الماسك ده. الماسك ده اللي هو قناع الذهب. والماسك ده مش من اول الوش بس، لا، من اول الرقبه كمان، لحد الوش. ده برضو بيشيل الخلايا الميتة، وبيظبط كده المسام، بيساعدك ان المسام الواسعة دي تبقى اضيق بالاستمرار. وبيدي البشرة نضارة وحيوية وكده. حلوة قوي. بصوا، وكمان بيقعد بقى حبة عندك يعني. الفرشة دي يا جماعة اللي عاملة قلبان، حاجة صغيرة قوي وسعرها تافه قوي وبسيط. بس انا لما استخدمتها ريحتني بصراحة. بوزع بيها الماسك مثلا بالناحية دي، الناحية السوفت دي. ولما ينشف شوية بفركه بقى بالناحية دي. حلوة قوي وبتسهل كل حاجة، وسريعة وتنجز. شايفين ده؟ ده كريم لتفتيح المناطق الحساسة. بيفرق، بيفرق في الاستخدام طبعا طبعا طبعا، وبيفتح. واي غمقان، اي اسمرار، اي حاجة بيظبط لك الدنيا. ومثلا ممكن تشوفي الفرق بعد مرتين 3 كده في الاستخدام. عالمي. المقشر ده اسمه مقشر النيلة الزرقاء، هو اسمه كده. وده معمول خصيصا للبشرة. وده بنحطه على البشرة وهي جافة، وبنسيبه مثلا 5 دقايق، بعد كده نفركه بحركة دائرية. بيشيلك بقى كل البثور، بيشيلك كل بيساعدك في الغمقان اللي بيبقى هنا. الناس اللي عندها مشاكل في المنطقة دي اللي حوالين العين، بس بنبعده عن العين. يعني مثلا كده، فاهمين؟ ملناش دعوة بالمنطقة دي، وملناش دعوة اللي هي الناس اللي بتتعامل مباشر كده مع العين، ملناش دعوة. بيساعدك في ان المنطقة دي برضو الناس اللي عندها مشاكل هنا، البثور السوداء والنقط والحاجات دي، الناس اللي عندها غمقان هنا، كل ده بيظبطهولك. حلو جدا جدا جدا، ومتجرب، والناس قالوا عنه يعني كلام زي الفل. كنت وريكم المرة اللي فاتت املاح الباديكير، دي نوع تاني منها. حجمها حلو قوي، يعني كويسة وهتقعد معانا. التانية بس الفرق ان هي كانت اكبر شوية، اللي هي كانت ب120. دي اقل شوية في السعر، واقل شوية في الحجم. حلوة جدا جدا جدا. بنحطها بقى في مية سخنة، ونحط رجلنا فيها ونسيبها لحد ما المية تبرد خالص. بعد كده بقى بنفرك رجلنا، سواء بحجر سواء بمبرد القدم. هتلاحظوا الفرق على طول يعني. انا عن نفسي املاح الباديكير ضروري، يعني لازم تكون موجودة. ولا نروح مكان ولا حاجة، احنا نروق على نفسنا وندلع نفسنا، ومش بقلل امكانيات ولا حاجة. هتبقى الامكانيات عندك في البيت، بس مش هتروحي في حتة. مسك الطهارة يا بنات، مسك الطهارة الاصلي. هو في مش اصلي، طبعا في مش اصلي. في اماكن كتير جدا اللي هو بيعملوا نفس يعني نفس الهيئة، ونفس الباكج والورق وكده. بس طبعا واللي يستخدمه مننا كذا مرة بيبقى عارف الاصلي من اللي مش اصلي. طبعا من جوه بيبان الريحة، بتبان الثبات، بيبان. تعالوا بقى شوف اللوشن. المجموعة اللي انا قلت عليها لسه 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 معانا. لسه اهو. ده اللي انا حاطه منهم على البيج، وينفع اشتري بالقطعه الواحده، وينفع اخد الباكج على بعضها يعني. هما 4 مع بعض كده، روايحهم تجنن، وامتصاصهم عسل قوي. براحتك، تاخدي قطعه، تاخدي 2، تاخدي 3، عايزه كله تاخدي.